يا هلا، مرحبا فيكم متابعيني. مقادير المرقوق مكتوبة قدامكم. جبت خبز إيراني فريش على حسب الكمية اللي انتوا تبونها، قطعته كذي كبار أو صغار كيفكم. أول شي حمست البهارات الصحيحة، وبعدين حطيت فوقهم بصل وحركتهم كلهم كذي مع بعض. لا تستعجلون في الحمسة أبدا، لا تستعجلون، خلوا الحمسة تاخذ راحتها. وسبق وقلت لكم من زانت حمسته زانت طبخته. بعدين حطيت لومي أسود كذي قطعته نصين، ودائما أنا أحمس اللومي الأسود مع البصل لين ما تطلع ريحته، يعطي كذي انطوعة حلوة وايد مع الحمسة. حطيت الثوم وانتظرت لين ريحة الثوم تطلع، وحطيت البهارات قدامكم. خش يا معلم خش. وقلبت الحمسة مع البهارات، انتظرت لين ريحة البهارات. ترى نصيحة، البهارات حطوها في الأول، خلوها تنحمس مع البصل. وحطيت الطماط الصلصل مع البهارات والبصل، ولا تستعجلون على الطماط الصلصل، خلوه ينحمس وياخذ راحته عدل. شوفوا شلون. بعدين حطيت فوقها الدجاج عشان ياخذ نكهة الطماط الصلصل والحمسة. وحطيت الخضار كيفكم، حطوا اللي تبونه اللي تبونه. الباذنجان قليته وحطيته معاه عشان يعطي نكهة حلوة. وحطيت المي. شوفوا المي أنا ما كثرت وايد، لأني أنا المرقوق أحبه يكون ثقيل متماسك. تبونه يعني خفيف وايد يطرق، قللوا يعني كثروا من المي كيفكم. حطيت البازلاء سواء فريش أو معلبة كيفكم، الفريش طبعا أحسن. وملحت، شوفوا الحين ملحت. وقطيت الجدر لمدة نص ساعة لين ما يستوي الدياي والخضار. حطيت الدهنة القطرية، وآخر شي الكزبرة عشان تعطينا طوعة حلوة. وهذا كله من إيدي. تسلم إيدك عاشا.